بيبدأ فيلم ذا إلكتريك ستيت مع ولد عبقري اسمه كريس وهو بيعمل اختبار عشان يتقدم للجامعة، وبيكون عبقري لدرجة إنه بيحل كل الأسئلة الصعبة بسهولة وبينجح في الاختبار، وبيخرج بعدها يقابل أخته الكبيرة ميشيل، واللي بيظهر عليها إنها بتحب أخوها جدا ونفسها إنه يدخل الجامعة عشان يحقق حلم أهله، وبتبقى مبسوطة إنه قدر يحل كل الأسئلة بسهولة وبتاخده معاها عشان يرجعوا البيت. وفي الوقت ده بيكون في مدير شركة تكنولوجيا اسمه إيثان بيحكي في لقاء على التلفزيون عن مشكلة الروبوتات، فبيقول إن الروبوتات اتصنعت في الخمسينات عشان تساعد الناس، وكانت بتقوم بكل الشغل بدل البشر عشان تساعدهم يخلصوا المهمات المتعبة، وكانت بتتصنع بكميات كبيرة جدا. ومع الوقت اتحولت الروبوتات وبقت تتصرف زي البشر لدرجة إنها بتطالب بحياة عادلة بعيدة عن البشر، وعايزين يعيشوا هما كمان ويكون عندهم مشاعر وحياة خاصة بيهم، وده لأنهم زهقوا من كتر الشغل واستغلال البشر ليهم. فعملوا مظاهرات في الشوارع عشان يطالبوا بالحرية، وعملوا إضراب عن الشغل عشان محدش يفكر يضايقهم تاني. وساعتها طلع الرئيس الأمريكي قرار إن كل الروبوتات ترجع شغلها عادي، بس كلامه ما عجبش الروبوتات، والمظاهرات وأعمال الشغب زادت جدا واتحولت لحرب كبيرة بين البشر والذكاء الاصطناعي، وكانت الروبوتات أقرب إنها تكسب الحرب بسبب قوتها. فقرر إيثان إنه يخترع آلة جديدة بتشتغل بالذكاء الاصطناعي، والآلة دي عبارة عن روبوت بيتحكم فيه البشر، وبتكون في خوذة متوصلة بعقل الشخص عشان يقدر يتحكم في الروبوت. وقدر إيثان بسبب اختراعه الجديد إنه يكسب الحرب ضد الذكاء الاصطناعي. وساعتها أجبر قائد الروبوتات واللي بيكون اسمه بنت إنه يتنازل عن كل طلباته، وعملوا لهم مدينة جديدة سموها مدينة الاستبعاد عشان يعيشوا لوحدهم هناك. وبعد 4 سنين من اليوم ده بتكون ميشيل عايشة في بيت راجل عجوز اسمه تيدي، وبتصحى من النوم عشان تروح المدرسة، وبيكون تيدي بيعاملها بطريقة سيئة جدا، ده غير إنه كسول ومش بيحب يتحرك من مكانه، وطول الوقت لابس خوذة الذكاء الاصطناعي عشان يتواصل مع الروبوت ويقوم الروبوت بكل الوظائف بتاعته. فبيدخل أوضة ميشيل وبيقول لها تروح المدرسة بسرعة، وده عشان النهاردة عندها امتحان ولازم تلحقه، وبيقرا لها الحاجات اللي ممنوعة إنها تعملها لحد ما ترجع البيت. وبعدها بتروح ميشيل المدرسة، وبيكون أصحابها في المدرسة هما كمان بيستخدموا الروبوتات الجديدة، وده عشان يقوموا بالمهمات بتاعتهم. ولكن ميشيل مش بتهتم بالذكاء الاصطناعي، وشايفة إن الحياة كانت أحسن كتير قبل ظهور الروبوتات، ده غير إنها شايفة إن أهلها خسروا حياتهم بسبب محاولة الروبوتات إنهم يخلصوا على البشر. فبتفضل قاعدة في الفصل وهي حزينة ومش بتتواصل مع حد خالص. وبيدخل الأطفال كلهم جوه الخوذ بتاعة الذكاء الاصطناعي، فبتتكلم المدرسة ساب مع ميشيل وبتتخانق معاها لأنها ما جابتش الخوذة بتاعة المدرسة، فبتقول لها ميشيل إنها بتكره الروبوتات وبتكره الذكاء الاصطناعي، وده لأنها شايفة إن أهلها خسروا حياتهم بسببهم، وعشان كده هي رافضة إنها تتعامل مع الآلات دي تاني. وبترجع ميشيل بيتها بعد المدرسة، وفي الطريق بتكون متعصبة جدا بعد كلام المدرسة بتاعتها، وده لأنها فكرتها باللي حصل لأهلها زمان. فبتطلع تنام وهي حزينة جدا بسبب اللي حصل لها، وبتشوف وهي نايمة حلم لأخوها كريس في اليوم اللي خسر فيه حياته، وكانوا وقتها هما الاتنين مع أبوهم وأمهم في العربية، ولكن العربية خبطت منهم على الطريق وعملوا حادثة، وكلهم خسروا حياتهم ما عدا ميشيل اللي جت تعيش مع الراجل العجوز اللي اسمه تيدي. وقتها بتفوق من النوم وهي مخضوضة بسبب ذكريات الحادثة بتاعت أهلها، وبتسمع فجأة صوت جاي من بره البيت، فبتمشي ورا مصدر الصوت لحد ما بتشوف روبوت داخل البيت، وبيكون الروبوت ده شبه روبوت في كرتون قديم كانت بتحبه هي وأخوها كريس، وبيبقى اسمه كوزمو ولونه أصفر. فأول ما بتشوفه ميشيل بتخاف جدا لأنها أول مرة تشوف شكل الروبوت ده على الحقيقة، فبتستخبى بسرعة لأنها خايفة منه. ولكن بيروح وراها كوزمو وبيقول لها إنه عايز يتكلم معاها، فبياخد صورة ليها هي وكريس، وبيبدأ يشرح لها إن أخوها لسه عايش وإن هو اللي بعته ليها عشان تعرف مكانه. فبتتوتر ميشيل ومش بتكون مصدقاه، وبتضربه عشان يخرج من الأوضة، ولأن صوتهم كان عالي بيجي تيدي يتخانق معاها، وده لأن الشرطة ممكن تقبض على تيدي بسبب إن عنده روبوت من المدينة المستبعدة. فبيتخانقوا هما الاتنين مع بعض، وبيحاول تيدي إنه يتصل بالشرطة لأنه خايف من كوزمو، فبتهجم عليه ميشيل بالصاعق الكهربي وبتصعقه فبيفقد الوعي، وبتاخد كوزمو وبتهرب بسرعة من المكان. وفي الطريق بيقول لها كوزمو إن أخوها كريس عايزها توصله، وده لأنه محبوس في المدينة المستبعدة مش عارف يهرب من هناك، ولكن عشان توصله لازم تتواصل الأول مع الدكتور كلارك، وده لأنه هو الوحيد اللي عارف مكان أخوها. فبتفتكر ميشيل الدكتور كلارك لأنه هو الدكتور اللي عالجها بعد ما خرجت من الحادثة اللي فقدت فيها أهلها، ولكن الدكتور كلارك عايش في المنطقة المستبعدة، ودي المنطقة اللي عايش فيها الروبوتات وممنوع على البشر إنهم يدخلوها. فبيقول لها كوزومو إنه عنده فكرة تقدر تدخل
بيدخل بيها المنطقة المستبعدة وبياخدها معاه عشان يعرفها على كيتس، وده مجرم خارج عن القانون بيشتغل في تهريب الأسلحة والأدوات من المنطقة المستبعدة للبشر والعكس، وبيكون وقتها واقف مع روبوت لمجرم عايز يشتري مسدس، وبمجرد ما بياخد الروبوت المسدس بيهدد كيتس بيه، فبينادي كيتس على روبوت معاه كان سرقه من المنطقة المستبعدة اسمه هيرم، وفجأة بيطلع هيرم صاعق كهربي من جسمه وبيخلص على روبوت المجرم، وبعدها بيروح هو وكيتس يشيلوا روبوت المجرم من على الأرض. فبتستغل ميشيل اللحظة وبتدخل تستخبى هي وكوزمو في صندوق خشب جوه عربية كيتس، وبعد كام ساعة بيوصل كيتس للمنطقة المستبعدة وبيدخل هو والروبوت بتاعه عشان يكملوا شغلهم. فبتخرج ميشيل من الصندوق وبتاخد معاها كوزمو عشان يهربوا من المكان بسرعة، ولكن هيرم بيشوفهم وبيمسكهم وبيكون فاكر انهم حرامية وجايين يسرقوا المخزن بتاعهم. فبتعرفوا ميشيل انها جاية تدور على اخوها، ودي كانت الطريقة الوحيدة اللي هتعرف تدخل بيها المنطقة المستبعدة، ولكنها مش عايزة تعمل له مشكلة وهتمشي على طول. وقبل ما تتحرك من مكانها بيظهر قدامها روبوت لمحقق في الجيش اسمه بوتشر، وبيبقى بوتشر قاعد في بيته وبيتحكم في الروبوت عن طريق الخوذة، ومهمته انه يمسك كل المجرمين اللي معاهم روبوتات من المنطقة المحظورة زي كوزمو وهيرم. فبيقول لهم وقتها بوتشر يسلموا نفسهم والا هيخلص عليهم، لكنهم بيرفضوا انهم يسلموا نفسهم فبيتبادلوا اطلاق النار، وبعد حرب طويلة بينهم بيتدمر المخزن كله. فبتهرب ميشيل واللي معاها، ساعتها بيقع حطام المخزن على روبوت بوتشر، فبيتعصب بوتشر جدا لانه فشل في المهمة، وبيقلع الخوذة بتاعت الروبوت وبيقرر انه ينتقم من ميشيل وكيتس، وده لانهم السبب في تدمير الروبوت بتاعه. وبره المخزن بيتخانق كيتس مع ميشيل لان المخزن بتاعه اتدمر، وده لانها دخلت معاه من غير اذنه، وبيشوف قدامه روبوت ضخم بيدمر كل الروبوتات اللي حواليه، فبيستخبوا هما الاربعة بسرعة عشان ما يشوفهمش. ساعتها بيقول لهم كيتس ان عنده خطة عشان يخرجوا من الصحراء من غير ما حد فيهم يتأذي، وبيعرفهم انه عنده مخزن تاني للروبوتات قريب منهم، فبيروحوا كلهم للمخزن التاني. وهناك بيقول لهم كيتس ان عنده آلة عملاقة شبه الروبوت، والمفروض ان هيرم هو اللي بيتحكم في الآلة دي، فيتحكم في الآلة وياخدهم معاه لحد ما يخرجوا من الصحراء، وبعدها يشوفوا خطة تانية عشان يوصلوا للدكتور كلارك ويساعد ميشيل في المهمة بتاعتها. وبيبان عليه انه معجب بميشيل من اول ما شافها، فبيقول لها انه مضطر يساعدها لان بوتشر هيدور عليه في كل مكان لحد ما يوصل له ويحبسه، وده لانه شغال مع ايسان صاحب شركة الروبوتات اللي كسب الحرب، وبيبقى ايسان هو المتحكم في كل حاجة في العالم ده لانه صاحب اقوى شركة روبوتات في العالم. في اللحظة دي بيتحكم هيرم في الروبوت العملاق وبيركبوا كلهم العربية، وبيشيلها هيرم وبيبدأ يتحرك بيها في الصحراء، وبيفضل ماشي بيهم لحد ما بيوصلوا المول عايش فيه الروبوت بينات قائد الروبوتات اللي خسرت الحرب، وبيكون عايش معاه في المول مجموعة كبيرة من الروبوتات اللي بتحمي المنطقة المستبعدة. وأول ما الروبوتات بيشوفوا هيرم وهو داخل عليهم بيفضلوا يضربوا فيه لحد ما بيقع هيرم على الأرض، وبتمسكهم الروبوتات كلهم عشان توديهم لقائد بينات. فبيقول لهم القائد بينات إن المنطقة دي ممنوع يدخلها أي بشر، وإن من بعد الحرب عمل معاهدة سلام مع إيسان إن الروبوتات ما تقربش من البشر والبشر ما تقربش من الروبوتات، وأي حد هيكسر المعاهدة دي ساعتها هتقوم حرب جديدة بينهم. فبيطلب منهم بينات إنهم يمشوا من المول وإلا هيخلص عليهم. فبتحكي له ميشيل قصتها وبتعرفه إنها عايزة توصل للدكتور كلارك، وده عشان يساعدها توصل لأخوها وتنقذه لأنه محبوس عند إيسان. فبيقول لها بينات إنه مش هيقدر يعمل لها أي حاجة وإنه مش عايز يدمر الروبوتات كلها، فبيضطر يخليهم يقعدوا في المول لمدة يوم واحد بس، وأول ما يصحوا تاني يوم يمشوا كلهم لأنه مش عايز يعمل حرب جديدة. فبتوافق ميشيل على كلامه وهي حزينة لأنها مش هتقدر توصل لأخوها بالشكل ده. وقتها بيكون إيسان قاعد في مكتبه ولابس خوذة بتشتغل بالذكاء الاصطناعي، وبتكون وظيفتها إنها تدخله في عالم موازي، وده عشان يشوفوا فيه أشخاص فقدوا حياتهم من سنين. وبيكون إيسان جوه العالم الموازي عشان يشوف والدته اللي فرقت الحياة وهو لسه صغير، وبيبان إن العالم الموازي عبارة عن عالم خيالي متصنع عن طريق الروبوت وإنه مش حقيقي. وأثناء ما بيتكلم إيسان مع والدته بتبدأ صورتها تعطل وكأن في مشكلة فيها، فبيخلع إيسان الخوذة وهو متعصب جدا وبينادي على بوتشر، فبيقول له إن المشروع بتاعهم بيتدمر بعد ما كوزمو هرب، وده لأنه هو المتحكم في العالم الموازي، وإنه لو مرجعش في أقرب وقت هيتدمر المشروع اللي اشتغلوا عليه طول السنين اللي فاتت. فبيوعدوا بوتشر إنه هيمسك كوزمو في أقرب وقت ممكن وهيرجعه مكانه تاني عشان المشروع يكمل زي ما هو. وقتها بيكون كوزمو في المول مع ميشيل اللي بتكون قاعدة حزينة ومش طايقة نفسها، وده لأنها مش قادرة توصل لأخوها، وبتفتكر ذكرياتها زمان مع كريس وهم صغيرين، وبيبان عليها إنها كانت سعيدة جدا وكانت بتحبه جدا. وكل
وكل يوم كانوا بيقعدوا مع بعض قدام التلفزيون عشان يتفرجوا على كرتون كوزمو لأنهم كانوا بيحبوه. وبيلاحظ كوزمو إن ميشيل حزينة، فبيقرر إنه يعمل لها أي حاجة تفرحها، فبيشغل لها كرتون كوزمو وبتفضل تتفرج عليه وهي مبسوطة ومنهارة في نفس الوقت، وده لأن الكرتون ده على طول بيفكرها بكريس. وبيشوفها بينات وقتها وهي قاعدة بتتفرج على الكرتون بكل حماس، فبيقرر إنه يساعدها علشان توصل لأخوها. وتاني يوم بيقول لها بينات إنه قرر يساعدها وإنه هيوديها بنفسه لدكتور كلارك على أمل إنه يوصلها بأخوها كريس عشان تنقذه. وبيبدأوا يتحركوا كلهم لحد ما بيوصلوا لبيت الدكتور كلارك، واللي بيكون عايش لوحده في بيت على الطريق. وبمجرد ما بيدخلوا البيت بيشوفها الدكتور كلارك وبيتعرف عليها على طول، وبيقول لها إنه كان مستنيها من بدري عشان يقول لها الحقيقة. فبيقول لها إن الحادثة اللي هي عملتها هي وأهلها كانت وقت الحرب بين البشر والروبوتات، وساعة الحادثة ميشيل فقدت الوعي لمدة وهو كان الدكتور المسؤول عن علاجها. وبيعرفها كمان إنه في الفترة دي كان شغال مع إيسان، ولما اكتشف إن كريس في غيبوبة عمل عليه فحوصات وقدر يعرف إن كريس عقله قوي جدا وإنه يقدر يشغل بوعيه كل الروبوتات الجديدة. فخده معاه لشركة إيسان وعمل عليه تجارب هناك، وعلى الرغم من إن التجارب نجحت لكن كريس فضل في الغيبوبة، وحس كلارك بالذنب إنه السبب في اللي حصل لكريس، فقرر إنه يسيب الشغل ويمشي. وقبل ما يمشي صنع كوزمو ونقل وعي كريس ليه، وده عشان يكون كريس هو نفسه كوزمو. وأول ما بتشوف ميشيل الفيديوهات بتاعت أخوها وهو في الغيبوبة بتنهار ومش بتكون مصدقة نفسها، وبتطلب من كلارك يساعدها توصل لأخوها علشان تنقذه من اللي هو فيه. فبيوافق كلارك وبيقول لها إن إيسان هيدور على كوزمو في كل مكان عشان يرجع يشغل الروبوتات تاني. وأثناء ما هو بيتكلم معاهم بيشوف في كاميرات المراقبة روبوت بوتشر وهو واقف قدام الباب، وبيكون معاه عدد كبير من الروبوتات التانية. فبيقول لهم كلارك يهربوا وهو هيخلص على الروبوتات، وده لأن محدش فيهم يقدر يضرب عليه نار، لأن في اتفاق في معاهدة السلام إن الروبوت ما يقدرش يخلص على واحد من البشر. فبينزل كلاركو مع السلاح بتاعه عشان يقابل بوتشر، فبيرفض بوتشر إنه يخلص عليه، ولكن إيسان بيوصل في اللحظة دي وبيخلص على كلارك وبياخد كوزمو معاه عشان يرجع الشركة، وبيطلب من بوتشر إنه يمسك الباقيين. فبيتضايق منه بوتشر إنه بيستغله وبيقرر إنه يسيب الشغل وبيسيب ميشيل واللي معاها يهربوا. فبتهرب ميشيل وبتقرر إنها تدمر شركة إيسان عشان تنقذ أخوها، فبتاخد كل الروبوتات معاها وبتروح عند الشركة. وأول ما بتوصل هناك بتلاقي إيسان مجمع عدد كبير من الروبوتات هو كمان، وبتقوم بينهم هما الاتنين حرب كبيرة جدا. فبتستغل ميشيل الوقت ده وبتدخل شركة إيسان من غير ما حد يشوفها، وبتوصل لمكان أخوها كريس وبتشوفه هو جوه آلة شكلها غريب جدا، وبيكون كوزمو مربوط في آلة تانية جنبه. فبتحس باليأس والحزن وبتقرر إنها تلبس الخوذة اللي بتنقلها للعالم الموازي. وأول ما بتدخل العالم الموازي بتلاقي نفسها عند بيتهم القديم، فبتدخل البيت وساعتها بتشوف أخوها كريس جوه البيت وهو قاعد بيتفرج على كرتون كوزمو. ولما بيشوفها كريس بيفرح جدا إنه أخيرا شافها، فبيحكي لها إنه كان لازم يخسر حياته بعد الحادثة، ولكن إيسان قرر يستغله علشان الاختراع بتاعه ينجح ويقدر يشغل كل الروبوتات. ودلوقتي لازم يفصلوا الكهرباء عن جسم كريس عشان الروبوتات بتاعت إيسان تتعطل، لأنه بيتحكم في العالم كله. ده غير إن إيسان مش هيفوق من الغيبوبة أبدا، لأن عقله هو الحاجة الوحيدة اللي لسه عايشة. وبعدها بترجع ميشيل للعالم الحقيقي وبتفصل الكهرباء عن الآلة بتاعت أخوها، فبيخسر حياته وبتتعطل كل الآلات بتاعت إيسان. وبعد فترة بتكون ميشيل قاعدة مع كيتس بعد ما قررت تعيش معاه، وبتطلع في بث مباشر بيتذاع في العالم كله، وبتحكي قصتها مع إيسان واللي عمله في أخوها، وإنه اخترع نوع معين من الروبوتات عشان يتحكم في حياة البشر عن طريق الذكاء الاصطناعي. وبتبدأ تنصح كل اللي بيسمعوها إنهم يستغنوا عن الروبوتات اللي بتتحكم فيهم، وده علشان ترجع كل حاجة في الحياة زي طبيعتها ويرجع البشر يتعاملوا مع بعض تاني. وبتقول لهم إن الروبوتات اللي كانت عايشة معاهم في الأول زي مستر بينات روبوتات طيبة جدا، وإن إيسان كان بيضحك عليهم وبيخليهم يحاربوا الروبوتات الطيبة على الرغم من إنهم ساعدوها توصل لأخوها. وفي النهاية بيتم القبض على إيسان وبيدخل السجن عشان يتحاسب على كل الجرايم اللي عملها. وهنا بيخلص الفيلم. أتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناتنا التانية إياد عبد المنصف اللي فيها كل ملخصات الأكشن والخيال العلمي.